اوعي تستهوني بمعلقه القشطه اللي بتطلعيها كل يوم من وش اللبن وتاخديها وترميها. حرام عليكي، ده انتي بمعلقه القشطه دي هتملي بيتك كله خير، وكمان هتخزني لشهر رمضان من غير ما تدفعي ولا جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. شهر رمضان خلاص على الابواب، وطبعا ليه استعدادات كتيره وتحضيرات كتيره، منها السمنه البلدي. لازم نحضر طبعا السمنه البلدي. السمنه البلدي بقت غاليه جدا، الكيلو وصل ل 300 جنيه وزياده، والله اعلم بيها طبعا ان كانت مغشوشه ولا سليمه. النهارده ان شاء الله هنعمل السمنه البلدي في البيت من غير ما ندفع ولا جنيه، واهم من الفلوس انها تكون مضمونه جدا وسليمه جدا وما فيهاش اي نوع من انواع الغش. تعالوا بقى نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. انا معايا كميه كده من القشطه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، من وش اللبن. القشطه دي يا ولاد متحوشه من وش اللبن. كل ما تجيبي لبن بيطلع عليه القشطه على وشه، بتشيليها بمعلقه، شيليها بمعلقه في علبه كده او في كيس وحطيها في الفريزر لحد ما تجمعي شويه حلوين زي اللي انا مجمعاهم كده. ممكن تجمعي شويه اكتر او شويه اقل، مفيش مشكله، على حسب ما تجمعي القشطه عندك او على حسب استخدامك للبن. بدل ما ترميها، لا حرام، حرام جدا انك ترميها، والله بنستفاد منها استفاده كبيره جدا. اهو زي ما انتم شايفين هنعمل خزين بيتنا من غير ما ندفع ولا جنيه، والحاجه دي كنا بنرميها او ما بنستفادش منها، لا احنا نستفاد منها استفاده كبيره جدا، ونخزن كمان منها لشهر رمضان، او استعمال لشهر رمضان هيبقى من غير فلوس خالص. المهم ممكن تجمعيهم في شهر في شهرين على حسب بقى ما تجمعيهم، المهم ان انت بتحفظيها في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجه مهما قعدت. وطبعا بنستعملها في حاجات كتيره غير ان احنا بنعملها سمنه بلدي في كل الاكلات بتاعتك. ممكن تستعملي فيها القشطه اللي طالعه من عندك دي. القشطه بتاعتك هتحطيها في الفريزر هتبقى مجمده، طلعيها قبلها بيوم وحطيها في التلاجة من تحت. انا عايزاها تكون متلجه بس ما تكونش مجمده. لو مجمده طبعا هتشتغلي بعجان، هتشتغلي باي حاجه هتكسر العجان معاكي. انت خليها متلجه، لازم تكون متلجه عشان تديكي نتيجه كويسه، بس ما تكونش مجمده. خلي بالك من النقطه دي، متلجه ومش مجمده. وممكن تضربيها في الكبه وممكن تضربيها في الخلاط، بس في الخلاط هتضطري تزودي لها نص كوبايه ميه عشان تلف معاكي. وممكن في الكبه برضو بتديكي نتيجه حلوه جدا، بس انا عشان معايا كميه حلوه فقلت اشتغل بالعجان، لان العجان مش هياخد وقت معايا زي الكبه او الخلاط. وممكن برضو تضربيها على ايدك، بس ده هياخد معاكي وقت شويه. لو معاكي كميه بسيطه اضربيها على ايدك، لكن لو معاكي كميه كبيره كده اضربيها بقى يا اما في العجان يا اما في الكبه زي ما قلت لك، او ممكن كمان في الخلاط. وممكن كمان تاخدي القشطه زي ما هي كده وتحطيها في حله وتحطيها على البوتاجاز، بس في الحاله دي تفضلي واقفه جنبيها وتقلبي فيها، تفضلي تقلبي فيها لحد ما تصفى معاكي خالص وتبقى سمنه بلدي. انا بقى وفرت على نفسي ده كله وخدتها عندي في العجان، بدل عندي عجان هشتغل بيه. خدت كميه القشطه اللي معايا بس خدتها برده واحده واحده، خدتها على مراحل كده في العجان. ما ينفعش احطها كلها مره واحده في العجان عشان هتاخد وقت معايا في العجان وما تبقاش تقيله عليه. هتاخد وقت معاكي في الضرب في العجان، هتاخد لها ربع ساعه او تلت ساعه ضرب في العجان، يعني تريحي العجان تشتغلي بيه شويه وتفصليه شويه. انا خدتهم على 3 مرات، خدت القشطه اللي معايا على 3 مرات، وكل مره زي ما بقول لكم قعدت اضرب فيها في العجان يجي تلت ساعه كده. بقيت طبعا افصل العجان واريحه شويه واشغله شويه علشان ما يسخنش معايا، يعني المره الواحده خدت لها ضرب يجي تلت ساعه وزياده كمان، او بيبقى طبعا على حسب قوه العجان عندك. انا كان معايا كميه زي ما بقول لكم يعني فيها يجي 3 كيلو وممكن زياده شويه، يجي 3 كيلو ونص كده من القشطه. بس دول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ادوني كميه حلوه جدا من السمنه البلدي، وطبعا سمنه بلدي صافي مش مغشوشه ولا فيها اي اضافات. انا كده خلاص ضربت كل كميه القشطه اللي كانت معايا، ضربتها في العجان زي ما انتم شايفين، ضربتها على مراحل، يعني كل مره خدتها يجي تلت ساعه وزياده كده في العجان. وطبعا وانا شغاله كنت بفصل العجان وبشغله تاني، وطبعا الحاجات دي كنت بقطعها عشان ما اضيعش وقتكم معايا. وكنت بضرب القشطه لحد امتى في العجان؟ لحد ما الاقي القشطه بدات تعمل زي حبوب كده معايا او زي حبيبات كده معايا. لو في الحاله دي كنت بفصل خلاص عليها العجان وببقى عارفه ان هي كده خلاص دخلت في مرحله ان هي تبقى سمنه بلدي. بعد كده هجيب بقى كل كميه القشطه اللي انا ضربتها معايا وهشتغل بقى بايدي، وايدي هنا بقى هي اللي هتفصل الشرش عن السمنه البلدي، او اللبن عن السمنه البلدي، او الميه عن السمنه البلدي. طبعا الشرش اللي بيطلع منها ده اوعي ترميه، ده تحفه تحفه جدا، ممكن تعملي بيه اي معجنات، وممكن كمان تحطيه تحفظي فيه لو عندك جبنه قريش ولا حاجه تحفظيها فيه. انا خدتها بصراحه كان عندي شويه مش حطيتها على المش،
تحفه جدا، لان هي عباره برضو عن بواقي لبن وزبده بلدي او سمنه بلدي، يعني ما ترميهاش برضو، هنستفاد منها. بتضربي بقى القشطه بايدك لحد امتى؟ لحد ما تلاقي القشطه خرجت ميه منها وجمعت السمنه كده لوحدها. وانت بتضربي بايدك هتبصي تلاقي القشطه عماله بتنزل في ميه وكمان بتجمع في سمنه بلدي. هتاخدي السمنه معاكي زي ما انت شايفه كده، تجمعيها بين ايديكي وتحاولي تصفيها كويس جدا كده من الميه، تعصري فيها كده عشان تنزل اي ميه زياده فيها. بتديكي سمنه، والله انا اكلتها كده اول ما عملتها، تحفه تحفه، وطعمها بجد احسن من اللي بنجيبها من بره بكتير جدا. وطبعا حاجه نظيفه وعاملاها في بيتك وعاملاها بايدك، وكمان ما فيهاش اي اضافات. انت ما تعرفيش بره ممكن ناس كتيره بتضيف عليها ايه، طبعا الا من رحم ربي طبعا اللي بيبيعوا السمنه البلدي صافيه. في ناس كتيره بقى بتضيف عليها جبنه، ناس بتضيف عليها بطاطس مهروسه، يعني في ناس بتضيف عليها حاجات كده يعني اضافات، يعني بتضيع السمنه البلدي كلها. بتبقى يا دوبك نسبه سمنه بلدي بسيطه جدا، يعني ممكن تجيبي لك 3 4 كيلو ما يصفوش مثلا على كيلو ونص معاكي. لا دي حاجه نضيفه انت عاملاها في بيتك وبايدك، وكمان ما كلفتكيش ولا جنيه، حاجه المفروض ان انت كنت هترميها مش محتاجاها. في بنات كتيره جدا بترمي القشطه دي ما بتعرفش تعمل بيها اي حاجه. الفيديو ده بقى ان شاء الله لما يشوفوه ان شاء الله يستفادوا منه جدا، وهيعملوا منه احلى سمنه بلدي في بيتهم ان شاء الله. بس يا ريت بقى لو استفدتوا مننا باي معلومه حتى ولو معلومه صغيره تدعوا لنا دعوه حلوه ان شاء الله ان ربنا يوفقنا. وكمان ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه علشان قناتنا تكبر بيكم وليكم. دلوقتي بقى انا بوريكم قلب السمنه البلدي من جوه شكلها عامل ازاي، تحفه جدا والله، وطعمها خطير جدا حتى لو كلتيها كده. انا كنت عماله باخد منها حتت كده وكلها، بجد طعمها تحفه جدا. في ناس بقى بعد ما بتعملها كده بتروح حطها في ميه ساقعه. انا شايفه ان خطوه الميه الساقعه دي ملهاش اي فايده يعني في الزبده بتاعتك، انت بس بتعصريها من الشرش اللي فيها وبتاخديها على كده خلاص، بتبقى معاكي سمنه زي الفل او زبده زي الفل. بتاخديها بقى تسيحيها، عايزه تحفظيها بالشكل ده بقى احفظيها في الفريزر، ما تسيبهاش في التلاجة، لان طبعا مش هتعيش فتره معاكي في التلاجة. احسن حاجه ان انت تسيحيها، يا اما تاخديها في الفريزر زي ما بقولك وتحفظيها في الفريزر وتطلعي بقى زي ما انت عايزه بقى منها وتسيحي منها. احنا بقى ناخدهم دلوقتي نسيحهم علشان نشوف كمان هنسيحهم ازاي، ونشوف النتيجه بتاعتنا في الاخر هتطلع عامله ازاي في الزبده بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. يعني الفيديو بتاعنا النهارده مش بس ان احنا هنعمل الزبده البلدي من وش اللبن، لا احنا كمان هنسيح السمنه، هنسيح الزبده ونخليها سمنه بلدي. كل ده في الفيديو دوت ان شاء الله. الفيديو هتستفادوا منه كتير باذن الله. انا خدت بقى الزبده، اول حاجه بحطها على النار، بوطي النار شويه لحد الزبده معايا ما تفك، لحد الزبده كده ما تفك وتسيح. وطبعا لازم انا اكون حطاها في حله واسعه شويه علشان ما تفرش مني، ما تفرش وتدلق على البوتاجاز. لازم تكون الحله واسعه شويه او زياده شويه عن كميه الزبده اللي محطوطه فيها. الزبده بتاعتي بدات تسيح كده، بس كده لسه ما استوتش. لازم المرطه اللي على وش اللبن دي تستوي معاكي، تحسي ان لونها دخل كده في الذهبي زي ما انت شايفه كده. بصي بتصفي كده معاكي زي ما انت شايفه كده، الزبده بتاعتك بتصفي خالص وبتتقدح قدحه كويسه. طبعا لازم نكون قادحينها قدحه كويسه علشان لما نركنها لو قعدت معانا من السنه للسنه ما يجرالهاش اي حاجه. كده الزبده بتاعتي خلاص ساحت وبقت سمنه بلدي زي ما انتم شايفين معانا كده. طبعا ما ينفعش احطها في برطمانات الا لما تبرد خالص، لازم تبرد خالص وبعد كده اعبيها بقى في البرطمانات زي ما انا عايزه. وطبعا اللون الغامق ده شويه طبعا ده من الاضاءه، لان الاضاءه بعيده عنها شويه. هناخدها بقى نعبيها في البرطمانات بتاعتنا. وطبعا البرطمانات زي ما انتم عارفين لازم تكون نظيفه ومعقمه كويس جدا، لان لو فيها اي حاجه لا قدر الله ممكن تعفن السمنه البلدي معانا، ما تخليش السمنه تقعد معايا فتره كويسه. فطبعا لازم البرطمانات تكون نظيفه جدا ومتعقمه جدا وكمان ناشفه جدا. وتعبيها بقى زي ما انت عايزه في برطمانات، في علب، برطمان واحد، كذا برطمان زي ما انت عايزه بقى براحتك خالص. الحاجه المتوفره عندك عبي السمنه بتاعتك بيها. بس احنا بالشكل ده نبقى جهزنا السمنه البلدي بتاعت شهر رمضان، عملناها من وش اللبن من غير ما ندفع فيها ولا جنيه. وكمان هنعمل حاجات حلوه كتير ان شاء الله لشهر رمضان، يا ريت ان شاء الله تبقوا تتابعونا عليها باذن الله. هنعمل تفريزات حلوه وتخزينات حلوه ان شاء الله لشهر رمضان، يا ريت تبقوا تتابعونا وتقولوا لنا رايكم فيها ايه، لان طبعا رايكم ودعمكم لينا هو اللي هيخلينا نستمر ان شاء الله، قناتنا تكبر بيكم وليكم باذن الله. احنا كده يا حبايبي بقى عبينا السمنه البلدي زي ما انتم شايفين معانا اهون. هنجيب كمان برطمان تالت عشان ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما بقول لكم الكميه حلوه جدا معانا. الكميه ما شاء الله عملت 3 برطمانات، وعملت كمان بوله كده صغيره فيها كام معلقه كده زي ما انتم شايفين كده. السمنه بتاعتنا تحفه وطعمها خطير جدا. انت بقى قفلي البرطمانات بتاعتك، وطبعا ما تجيبيش عليها اي معلقه مبلوله، لازم المعلقه اللي تحطيها في البرطمان تكون معلقه ناشفه طبعا جدا.
قفلي بقى البرطمانات بتاعتك واحفظيها ان شاء الله تشتغلي بيها في شهر رمضان. ورمضان كريم وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. عايزاكم بقى تجربوا السمنه بتاعتنا النهارده او الزبده بتاعتنا النهارده، زي ما قلت لكم هما اتنين في حاجه واحده، قشطه وسمنه بلدي. تجربوها ان شاء الله، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وكل سنه وحضراتكم طيبين، صحتين وعافيه لقلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واوعي ترمي معلقه القشطه اللي بتطلعيها من وش اللبن تاني.